بلوك 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 بلوك. بلوك قولي بلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما شفتوا كده الدنيا شتاء، وكان اليوم ده مطرة، والجو كان بصراحة تحفة تحفة تحفة. انا من الناس اللي بحب الشتاء جدا جدا جدا، فقلت هنزل بقى السوبر ماركت اجيب شوية طلبات، لان ما كانش عندي حاجة في البيت، ولا رز ولا مكرونة ولا الكلام ده كله خالص. فقلت بصراحة هنزل سوبر ماركت بيم واشوف، لان الاسعار فيه بتبقى قليلة، والحاجات بتبقى عنده حلوة كمان، واكتر الحاجات اللي عنده بتبقى تركي. خلاص. فقلت هنزل الاول سوبر ماركت بيم، وبعد كده جنبه فتح الله هروح احود على الاتنين واشوف ايه النظام، واشوف اسعار هنا ايه واشوف اسعار هنا ايه. وبصراحة طلعت بيم فعلا اقل الاسعار من فتح الله. وانا كنت امبارح كمان رحت كارفور، عايزه اقول لكم محدش يروح، الاسعار رهيبه 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 رهيبه. والله بجد، ولا عيد ميلاد كارفور بقى ولا عيد ميلاد غيره، يعني الاسعار لا تحتمل. يعني حاجه كده مش قادره اقول لكم. يعني سعر الحاجه مش اضربيها في الضعف، لا، في اضعاف اضعافها والله. يعني اسعار وهميه، ايه ده؟ اللي احنا شايفينه ده حقيقي ولا خيال ولا ايه؟ مش عارفه بصراحه، يعني ربنا المستعان، بس الاسعار بقت اضعاف اضعافها مما نتخيل. يعني حاجه كده بقت وهميه كده فظيعه. فقلت هروح اشوف كده ايه شوية الحاجات، وهجيب كمان رز، لان الرز زي ما انتوا عارفين اليومين اللي فاتوا دول شاحح جدا ومش موجود، وكمان كل واحد باسعار متفاوتة، كل محل بيبيع باسعار تانية خالص. بصوا، جبت من هناك من فتح الله، جبت تايد. التايد ده كان نازل عليه عرض، كان عامل 93 جنيه. حلو جدا وحجمه كبير، وقلت ايه هجربه، لو ما نفعش مثلا مع الابيض هستخدم الاريال العادي في الابيض، والتايد هستخدمه في الالوان. خلاص. حاجة تمشي حاجة، فلازم نوفّر ولازم ندبّر ولازم نشوف إيه اللي هيمشي معانا، ولازم نقتصد ولازم نشوف الحاجة اللي هتوفّر لنا، حتى لو حاجة بسيطة تقدر إن هي تكمّلي بيها بقية الشهر. خلاص. وجبنا كمان Ariel، الAriel ده كان عامل 130 جنيه، اللي هو 3 كيلو و30 جرام تقريبًا. وجبت كمان كلوريل ألوان وأبيض، واللي هو المطهّر، بتبقى بصراحة الكيسة دي بتكفّي معايا ممكن كمان شهرين. خلاص. تنضيفات حلوة جدًا، 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 وسعرها 41 جنيه. وجبنا كمان زيت أطفى، اللي هو زيت الذرة، ده 2 لتر وربع تقريبًا، 2 لتر وربع ب160 جنيه. وخل الطاووس ده حلو جدًا، جبته برضه من شركة بيم، حلو أوي، أوي، كان عامل 8 جنيه تقريبًا. خلاص. بُصّوا بقى، نيجي بقى هنا لل للسُكّر. السُكّر أنا جِبته من فتح الله، كان عامل 18 جنيه. وأوريجان ده كان عامل لأ، أبو الهول ده كان عامل 17 ونص، وأوريجين كان عامل 18 ونص. خلاص. بس أو 18، لأ 18 غالبًا. خلاص. جبت برضو منه، وبقيت أزود في الأكياس علشان يبقى فيه فايض أو موجود حاجة عندي ما اتأثرش بالرز، اللي احنا لقينا فجأة هوبا الرز مش موجود، هوبا مش عارفة ايه مش موجود. فلا، خليت فيه فايض عندي، جبت بالزيادة المرة دي. لو في إمكانية إن أنتِ تجيبي بالزيادة هاتي، خلّيها في بيتِك مش هتخسّر. بس أنصحِك نصيحة، إن أنتِ الرز تجيبيه أكياس صغيّرة كده، ما تجيبيش بالشكاير الكبيرة، لإن لمّا بتفتحيه بيرطّب وبيعمل هيتعرّض لأي حاجة بقى مش حلوة. خلاص. فهتلاقي فيه لا قدّر الله سوس أو دود، فبلاها الكلام ده كلّه. فخلّيكِ أحسن في الأكياس الصغيّرة، الأكياس الصغيّرة حلوة جدًا، 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 وهتنفعِك. كيس، كيس تفتحيه، والباقي كله محفوظ ومتخزن ومقفول بنفس كيسه. جبت كمان مكرونه ايطاليانو، كانت عامله في سوبر ماركت بيم 29 جنيه، ارخص من فتح الله وارخص من كارفور كمان. وجبت كمان دقيق روعه، كان عامل 18 جنيه. وليكي كيسين بس في فتح الله، اكتر من كده ما تاخديش. وعلى فكره فتح الله برضو الرز ليكي كيسين. فانا جبت من فتح الله كيسين، وجبت بقيه الرز من سوبر ماركت بيم. ده جبته من سوبر ماركت بيم. بصوا الرز اسمه الدمياطي، لو لقيتيه هاتيه، حلو جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا الحبّاية بتاعته عاملة إزاي، نضيفة جدًا، وأصلًا رُز يعني
يعني ما يقلش جودة خالص عن رز الضحى. خلاص، حلو قوي قوي، مغسول وكل حاجة تمام التمام، حلوة الرزاية هتعجبك جدا جدا. كان في رز كمان هناك في نفس جنبه بالظبط وبنفس السعر. جبنا كمان زبادي لاكتيل 9 ومعاها 3 ب51 جنيه. خلاص، وشفتوا الأسعار عاملة ازاي؟ شفتوا الزبادي دي زمان كنا بنجيبها بكام؟ بصوا بقى اللانشون الوطنية ده حلو جدا جدا جدا. لانشون دجاج عامل 41 جنيه، هو نص كيلو. خلاص، برضو من سوبر ماركت بيم، حلو جدا، انا بجربه كتير كتير كتير، بجيبه من هناك. خلاص، وجبنا كمان جبنة الرومي من فتح الله، حلوة جدا، قديمة، أول مرة فتح الله ينزل جبنة رومي حلوة بجد. كنت بجيبها من هناك ومحبش اشتريها، تبقى مخرمة كده كتير ومش حلوة، عاملة شبه البلاستيك. جبنا كمان من بيم جبنة ديليس، حلوة جدا لأنها جبنة طبيعية معمولة من اللبن الطبيعي. خلاص، حلوة قوي قوي، جربوها هتعجبكم جدا، هي وافنتي الاتنين معمول، الاتنين ما فيهمش اي مهدرجات ولا الكلام ده كله ولا حاجات مهدرجة، حلوين جدا طبيعيين جدا، كأنك بتاكلي لبن حقيقي. يعني جربيها هتعجبك جدا جدا. هي سعرها عن الفيتا والكلام ده كله اغلى شوية، بس حلوة جدا. يعني ديليس دي كان الكيلو ممكن يصفصف معاكي عشان المية والكلام اللي فيها على كيلو الا ربع او نص كيلو، عاملة 66 جنيه. خلاص، وجبنا كمان ملوخية ناشفة من فتح الله، الكمية دي تقريبا كانت عاملة كام؟ هتلاقوا السعر موجود عندكم. وجبنا كمان لبن بودر عامل الكمية دي 68 جنيه، 76 قرش. خلاص، وجبنا ايه تاني؟ وجبنا ذرة فشار. بصوا ذرة الفشار بقى بكام؟ ب28 جنيه الكمية دي، اللي هما 590 جرام، يعني نص كيلو 90 جرام. الكيلو منه كان عامل 48 جنيه. وجبنا ايه كمان؟ وجبنا العدس. بصوا العدس بقى عامل الكيلو 48 جنيه، يعني العدس اللي هو المفروض أكل الغلابة 48 جنيه. خلاص، جبنا برضو الكمية اللي تكفينا. وجبنا كمان كمون، الكمية الصغيرة دي اللي هي 150 جرام، عاملة كام؟ 24 جنيه. وجبنا كمان عدس بجبة، حلو جدا، بيبقى في الشتاء جميل وأنا بحبه بصراحة، مع الكشري بقى ما تعملي بيه عدس بجبة الكلام ده كله. جبنا كمان كزبرة حصى، انا بحب اجيب التوابل بتاعتي حصى واطحنها في البيت علشان الريحة بتاعتها تبقى لسه فريش كده، وانتي طحناها بتبقى حلوة جدا وتدي طعم حلو قوي في الاكل. وجبنا كمان فلفل اسود، الكمية دي 136 جرام ب 19 جنيه. خلاص. عفوا. وجبنا ايه تاني؟ بس هي دي كل الحاجات اللي احنا جبناها. وجبنا كمان جبنا مثلثات لبنيتا، كانت عاملة 92 جنيه. وجبنا ملوخية جافريكس، بحب جافريكس او بسمة، الاتنين بيبقوا حلوين، عاملة 12 جنيه. بجيبها احتياطي، بتبقى محطوطة عندي في التلاجة، سواء لو مفيش اي حاجة ممكن هتعملي شوية ملوخية وشوية رز للولاد وزي الفل، الحمد لله على كده. خلاص، جبنا كمان مربى اللي هي حلواني اخوان، كانت عاملة 20 جنيه. جبنا ايه تاني؟ جبنا بيض طبعا. تخيلوا سعر البيض بقى عامل كام؟ سعر البيض دخل في 95 جنيه. خلاص، يعني شوية كده وهتلاقيها قفلت الكرتونة 100 جنيه. يعني سعر البيض دلوقتي الكرتونة عاملة 95 جنيه. حافظوا على البيض بقى، حتى لو هتعملي كيكة ببيضاية واحدة يروح قلبي، ببيضاية واحدة، بيضة واحدة واعملي صينية كيكة وزي الفل. المهم بقى، شلت بقى اكياس الرز بتاعتي، بس يعني ما تكسلوش عنكم تجيبوا رز، لان بيقولك في زياده تانية جايه، مش عارفين برضو الدنيا ماشيه بينا ازاي. وزي ما انتوا عارفين كل سوبر ماركت يقولك ليكي كيسين مش اكتر من كده. تخيلوا ان كارفور يقولك ليكي كيس واحد فقط، يعني كيس واحد لكل عميل، مش اكتر من كده. المهم، عبينا كل حاجتنا بقى وشلناها، وجبنا كده برتقانه غسلناها كويس جدا جدا، قشرها من بره لازم تغسليها كويس، قطعناها قطع صغيرة علشان نعمل كيكة برتقان حلوة جدا جدا، بتنفع في الفطار، تنفع بين الفطار والغدا، تنفع بين الغدا والعشاء، بتبقى حلوة جدا مع كوباية الشاي، وحلوة جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده بصراحة يعني. المهم، حطينا البرتقانة، قشرناها ما قشرناهاش، قطعنا بس الحتتين اللي هم على الحرف بتاع البرتقانة عشان ما يسببوليش اي مرارة. وحطينا كمان كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت. تمام كده، كل ده معايا في الخلاط، مش هحط اي سوائل تانية،
خلاص مش هحط حليب، مش هحط زبادي، مش هحط الكلام ده كله، وهحط 2 بيضه لان حجم البيض هنا كان عندي كان صغير، فحطيت 2 بيضه. خلاص، وحطيت معلقه من الخل. مش هحط فانيليا بقى، مش هحط اي حاجه خالص من الحاجات دي. احنا طبعا حاطين البرتقال بقشره، فالقشر هيديكي نكهه، اي زفره في البيت هيضيعها. هيتضرب معاكي، هيتضرب، هيبقى كويس جدا 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 وناعم ومفيهوش اي تكتلات خالص. تمام، اضربي بس كويس في الخلاط عشان تاخدي القوام بتاع الكيك بتاعك كده ناعم، مفيهوش القشور الخشنه قوي دي، تبقى القشور اللي هي المبشوره، خلاص كاننا بشرين القشره. حطيت كوبايتين بقى من كوبايه الشاي كده من الدقيق، نخلتهم كويس، وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر او كيس من محسن كيك شيف، اي حاجه بتستخدميها طبعا. ودهنت الصينيه بتاعتي، وحطيت رشه كده من الدقيق عشان برضو مفيش اي حاجه فيها تلزق، لان انا هقطع برتقانه من تحت. خلاص، هقطعها كده سلايزات رفيعه وهحطها في الصينيه بتاعتي. بتبقى حلوة جدًا، بس أهم حاجة تقطّعيها رفيّع جدًا، 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 أقل سُمك عندِك تقدري تقطّعيه، خلاص، لإن لو تخينة هتبقى متكتّلة معاكِ ومش هتستوي، تبقى طعمها مش لطيف. قطّعيها رفيّع خالص، شرايح رفيّعة، أرفع حاجة ممكن تطلّعيها، خلاص. حُطّي بقى إيه اللي أنتِ عايزاه، عايزة شريحتين بس تدّيكِ شكل ونكهة، عايزة تعملي الصينية زي ما أنا عملت كده، براحتِك، اللي موجود عندِك اعمليه. خلاص، بس حطيت بقى الكلام ده كله، وهانزل باللي احنا خلطناه كله في الخلاط على الدقيق بتاعي. بس كده، اسهل من كده كيك مفيش. سريع 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 جدا، ومش هياخد منك وقت خالص، وحلو جدا جدا زي ما قلت لكم في الشتاء اللي احنا فيه في برتقان. وكتروا دلوقتي اليومين دول من البرتقان والسفندي والحاجات دي، لان الولاد فعلا بيمروا بأدوار برد غبية جدًا، جدًا، يعني لا قدّر الله ممكن يكوّموا كده منِّك مرّة واحدة وأنتِ مش حاسة ده من إيه، فالجو متقلّب، حابة الجو وِحِش جدًا، وحابة الجو كويس، وحابة الجو حَر، فما تعرفيش بقى. فأنتِ على قد ما تقدري زوّدي اليومين دول في السوايل والبرتقان واليوسفندي والحاجات دي، علشان خاطر المناعة بتاعة الولاد، لإن هُم مناعتهم ضعيفة جدًا، مش هيستحملوا الجو اللي إحنا فيه. بالنسبة للأمراض اللي إحنا عايشين فيها والوباء اللي إحنا عايشين فيه، فربنا المستعان. فخلّي بالنا من ولادنا ونحافظ عليهم كده. ووجع الصدر اليومين دول زايد شوية، فخلّي بالكم برضه تقِّلوا، وشوفوا إيه اللي ممكن بيفيدهم في السوائل وبيحبوه شرّبيه، يعني شرّبيه ينسون، شرّبيه شَمَر، شرّبيه الحاجات دي كلّها، الكلام ده كلّه، كلّه حلو للصدر. خلاص، ما تكسّليش في الموضوع ده، اعمليه وزوّدي، زوّدي على قد ما تقدري. خلاص؟ بس، فشوية المواعين بقى اللي اتبقوا معانا قُلنا هنغسلهم بالمرّة عشان ما نكوّمش معانا، بما إننا نزلنا بقى فخلاص النشاط والpower زي ما قُلت لِك، في أيام أنتِ بتنزلي فيها فتلاقي النشاط والpower كده جالِك مرّة واحدة، ما تعرفيش جه منين، سبحان الله. وفي أيام والله بتتكاسلي كده إن هو إن أنتِ مش قادرة أصلًا تعملي فيها أي حاجة. وأنا اليومين اللي فاتوا دول ما نزّلتش فيديو خالص، كان عندنا بقى حبايبنا وبقى لنا كتير، كتير أوي ما شُفناهمش. وصراحة كنت مكسلة كمان، فقُلت لأ خلاص بقى كفاية كده بقى تكاسل، وهانزّل الفيديو بعد ما مشوا بقى صوّرت وخلاص. والحمد لله إن هُم جُم ووصلوا بالسلامة. ربنا يا رب يخلّي كل عزيز وغالي يا رب علينا، وما يحرمش أي حد من أهله ولا من حبايبه، ولا من أي حد غالي عليه، ولا من أمه ولا أبوه ولا الكلام ده كلّه خالص، ويرحم كل موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. وما نشوفش أي حاجة وِحشة في ولادنا، لإن أكتر حاجة ممكن توجع أو أكتر ابتلاء من عند ربنا هو إن الابتلاء في أولادِك، أو يصيب أي مرض ابنِك أو أي حاجة لا قدّر الله. يعني إحنا اليومين اللي فاتوا والله يعني ربنا يا رب يقوّمه بألف سلامة، يعني باطلب منكم إن أنتم تدعوا لأحمد، يا رب يا أحمد يقوّمك بالسلامة. سمعنا خبر إن هو عمل حادثة على الطريق، وده من أهلنا وحبايبنا، فباتمنى إن أنتم تدعوا له دعوة 40 فرد على يعني عن ضهر غيب، هي مستجابة. فادعوا له، ادعوا له يقوم بالسلامة لولاده، وادعوا له يا رب، يا رب يحفظه لمامته وأولاده وإخواته، ويرجّعه تاني سالم غانم لبيته، وما نشوفش فيه أي شر ولا حاجة وحشة، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني أكتر ابتلاء بيوجع هو ابتلاء الضنا،
بجد والله العظيم لمّا تلاقي ابنِك متكوّم كده تعبان أو أنتِ مش قادرة تعملي له أي حاجة، ده أكتر وجع، أكتر وجع ممكن تحسّي بيه، والله بجد يعني أنا آدم أهو صغير لمّا كان تعبان وكان السخونية مش عارفة أعمل له حاجة وباعيّط عليه ومش عارفة أعمل له إيه، وبادّي له كل حاجة رغم كده إن السخونية مش بتنزل، ما كنتش عارفة أعمل له إيه وما بيتشقاش زي ما كان بيتشاقى، آدم كان على طول بيتشاقى، وكان دايمًا أقول يا ابني بس شقاوة، يا ابني بلاش كده، يا ابني مش عارفة، يا ابني صدّعتني. لمّا مرض وتعب والله قُلت يا ربي طَب ارجع اتشقى تاني، طَب قوم طيب العب، طَب قوم طَب قوم اعمل اللي أنت كنت بتعمله، ما فيش. يعني أكتر وجع ممكن يألمِك هو وجع الضنا، فيا رب ما تسيبش حد فينا في ضناه أبدًا، ولا تبتليه في ضناه أبدًا، ويخلّي كل طفل لأمه يا رب ويحفظه وما نشوفش فيهم أي حاجة وحشة أبدًا في الظروف اللي إحنا عايشين فيها ولا المحيطة بينا ولا الكلام ده كله، يا رب ويبعد عنهم البلاء والوباء، اللهم آمين يا رب العالمين، ويحفظ يا رب كده كل عزيز وغالي لينا، ويقومك يا أحمد بالسلامة ويشفيك ويعافيك يا رب ويرجعك لأولادك سالم غانم، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى إن أنتم تدعوا له يا جماعة بجد والله البني آدم المريض ده بيبقى في أمَس حاجة للدعاء، أمَس حاجة للدعاء، يعني لو شخص معدّي قولي يا رب ادعي له، ادعي له من قلبك حتى لو هو ما يعرفوش، ادعي له، أي حد أنتِ ما تعرفوش ادعي، دعوة الغريب دي مستجابة، اللي هو ما يعرفكيش خلاص، وكمان يعني الوجع وِحِش يا جماعة والفجعة وِحشة، اللي هو تتفجعي إن لا قدّر الله، لا قدّر الله ابنِك ماشي في الطريق وعمل حادثة، فدي حاجة مفجعة جدًا، 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 ربنا يا رب ما يكتبها على حد، ويا رب، يا رب يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. ويعدّي الفترة اللي إحنا فيها دي على خير، هي أزمة وإحنا عارفين إن إحنا في أزمة، ويعدّيها على خير، بس أهي دنيا ولازم تتعاش، الدنيا دي أكبر، أكبر دار ابتلاء في الدنيا، يعني إحنا عايشين فيها وإحنا مبتليين يعني في كل حاجة، والله في كل حاجة، سواء في أزمة اقتصادية، سواء في كل حاجة. في حد كمان بيبقى مبتلي بأولاده، يعني لا قدّر الله بيجيب عيّل مثلًا بيبقى عاق بأمه أو أبوه أو الكلام ده كلّه، فده أكبر ابتلاء برضه، يعني ما تفكّريش إن إن كثرة الأولاد حلوة أو إن أنا يبقى عندي 100 مليون عيّل في البيت أو الكلام ده كلّه ويبقى هي دي كده فرحة وحاجة تفرّح أوي، لا طبعًا. والله لو عيّل واحد يكفي الحمد لله، ما دام عندِك حد بيقول لِك يا ماما والحمد لله رب العالمين والظروف اللي إحنا فيها مش حابة أصلًا إن أنتِ تجيبي فيها أطفال، يعني مش كثرة الأطفال دي حاجة حلوة والّا كويسة، لأ طبعًا، هم زينة الحياة الدنيا وكل حاجة، بس ربنا قال لِك برضه "اعقلها وتوكّل." يعني ما أروحش أجيب مثلًا 3، 4 عيال وأنا مش قادرة أصرف عليهم، في الآخر هيطلعوا إيه العيال دي؟ هيطلعوا إيه؟ أكيد مش هيطلعوا شخص سوي أو شخصية كويسة في المجتمع أو الكلام ده كله، لا طبعًا. فأنتِ حاولي إن أنتِ تحطّي الكلام ده كله في دماغِك، هو مش بالأطفال ولا بكترة العيال ولا الكلام ده كله خالص، عيّل و2 وخلاص والحمد لله على كده، نعمة وفضل من ربنا، ربنا رضاكِ بالذرية الكويسة سواء طفل واحد أو طفلين والحمد لله، قولي الحمد لله، إلا إذا بقى إن ربنا أراد إن أنتِ تجيبي طفل يعني كده دي حاجة جات لِك من عند ربنا وما فيش دخل فيها بقى خلاص، اللي هو جات كده من عند ربنا. فخلاص بقى دي حاجة بقى ما فيش جدال، فالحمد لله على الذرية وأهم حاجة إن هم يبقوا صالحين، دي أهم حاجة. في والله العظيم ناس يعني عايزة أقول لِك أكتر عائق في حياتهم هم ولادهم، يعني أكبر عائق هم ممكن يكونوا دي أكتر ابتلاء في الدنيا هم ولادهم، عاقين، ما بيسمعوش الكلام، وِحشين جدًا في سلوكهم وطبعهم. شخص غير سَوِي بالمرّة، اللي هو اللي أنتِ مش لا يمكن، لا يمكن تتباهي بيه قدّام الناس، ولا يمكن إن أنتِ مثلًا إيه، تقولي ده أنا عندي ابن، لأ ده أنتِ ممكن تخجلي إن أنتِ تقولي أنا جِبت طفل أو عندي ابن أو الكلام ده كلّه، مش طفل بقى أكيد كَبَر ولا الكلام ده كلّه. فالحمد لله احمدي ربنا على طفل 1 أو 2 والحمد لله على كده، والله مش بالكُترة، مش بالكُترة خالص، خالص، يعني خلّيكِ على قد ما تقدري كده إنسانة حكيمة وعاقلة جدًا، علشان خاطر إحنا في ظروف ما ينفعش فيها كترة الأطفال دي، اللي هو إيه، إحنا مش في سبق، دي خلّفت 1 فأنا لازم أخلّف زيّها، دي خلّفت 2 فأنا لازم أخلّف زيّها، إحنا مش في سبق لأ، ربنا رضاكِ وادّاكِ فالحمد لله على كده، ما ادّاكيش سعي والله سعيتِ وربنا ادّاكِ طفل فالحمد لله برضه على كده، أكتر من كده ما تحاوليش، لإن إحنا في زمن
والله العظيم 3 يعني ربنا المستعان بالظروف اللي جاية والمحيطة واللي هتيجي، هتربّي الطفل ده منين؟ هتصرفي عليه منين في الظروف اللي بعد كده؟ هتربّيه إزاي؟ هتعلّميه إزاي؟ كل حاجة برزق من عند ربنا وربنا كاتبها والكلام ده كلّه، ما حدّش أبدًا، أبدًا ليه دخل في الكلام ده كلّه، ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، دي حاجة معروفة. فكل حاجة بقى طبعًا بتاعة ربنا، بس لازم برضه نعقلها ونتوكل، خلاص؟ فنضّفنا كده وخلّينا بقى إيه، الرخامة بتاعتنا فُلّة، 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 وغسلنا المواعين، والنشاط لمّا بييجي بقى يا ولاد مش محتاج كلام، هوبا بقى النشاط جِه خلاص، يالّا قومي بقى من تحت اللحاف، ويالّا قومي بقى اتنشّطي كده وانزلي هاتي طلباتِك، وانزلي هاتي الرز، وانزلي هاتي حاجات وزوّدي شوية عن الحاجة بتاعتِك، لو أنتِ مش في إمكانية إن أنتِ تزوّدي شوية، خلاص مشّي زي ما أنتِ، وحاولي إن أنتِ تقنّني الحاجات شوية، خلاص؟ يعني بدل ما أنتِ بتعملي نُص كيلو لحمة اعملي ربع كيلو، والله العظيم 3 ما هيحسّوا ولا الكلام ده كلّه. وأهم حاجة بُصّوا هاقول لكم على حاجة، البطن ولا بتحمد ولا بتشكر، خلاص؟ اعملي الحاجة اللي تناسبِك وعلى قد إمكانياتِك وما تبُصّيش لحد، خلاص؟ اعملي اللي يناسب بيتِك أنتِ وظروفِك أنتِ، مش أكتر من كده، خلاص؟ ما فيش حد هينفعِك، ما فيش حد هييجي يدّيكِ حاجة من جيبه ولا يقول لِك خُدي، ما فيش حد أبدًا، أبدًا، أبدًا هيقول لِك أنتِ بيخبّط عليكِ بتاكلي إيه أو ما بتاكليش إيه، خلاص؟ اعملي اللي يناسب دايمًا بيتِك، حتى لو فول والله وبيض بس، وزي ما أنتم شُفتوا أدي البيض غالي كمان يعني البيض مش رخيص، البيض غالي. فدايمًا، دايمًا اعملي الحاجة اللي تناسبِك أنتِ، ما تبُصّيش للي حواليكِ، خلاص؟ والحاجة اللي على قد إمكانياتِك اعمليها، واللي على قد كمان هتكفّي بيتِك وولادِك خلاص، خلاص ما دام الطاقة كفّتِك أنتِ وولادِك فالحمد لله. زي ما قُلت لكم البطن ولا بتحمد ولا بتشكر. فكده نضّفنا بقى البوتاجاز بالفلاش اللي أنا قُلت لكم عليه اللي هو ال7 في 1، حلو جدًا، جدًا، جدًا بصراحة بينضّف، بيطلّع كل الدهون، حلو أوي، أوي. كمان ممكن تحطّيه على المفروشات أو الكلام ده كلّه، وسعره كمان مناسب جدًا من سوبر ماركت بيم هتلاقيه. وكانوا كمان يا ولاد منزّلين عرض على قولوا معايا، على مُعطِّر الجَو، حلو جدًا، 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 حلو أوي هاوريه لكم آخر الفيديو، بس بصراحة من الروايح الحلوة جدًا، جدًا، جدًا اللي أنتِ تستخدميها، جميلة، 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 وكمان بيثبت، يعني تحسّي لو أنتِ قعدتِ يومين 3 وجيتِ فتحتِ باب الشقة هتشمي نفس الريحة، حلو أوي، أوي، جرّبوه وكمان كان سعره مش غالي ب19 جنيه، خلاص، سعره حلو جدًا، جدًا، لو لقيتوه هاتوه. وزي ما قُلت لكم في نوعين رُز في بيم، الدمياطي ومعاه نوع تاني الاتنين بنفس السعر، النوع التاني ده مش حلو جدًا، وللأسف الاتنين بنفس السعر، فلو لقيتيه هاتي الدمياطي ده، خلاص ما تجيبيش التاني، هو مش وِحِش مش سيء برضه، بس ده أحسن بكتير، بكتير منه ما دام هُم الاتنين معاكِ بنفس السعر، خلاص؟ بس نضّفنا بقى كده البوتاجاز بتاعنا وغسلنا الحوامل وغسلنا العيون، واعملي الموضوع ده مثلًا غسيل الحوامل والعيون مرّة كل أسبوع مش أكتر من كده. خلاص، ما تتقّليش على نَفْسِك ما دام بتعمليه مرّة كل أسبوع، البوتاجاز بتاعِك هيبقى زي الفل ونضيف ما فيهوش أي حاجة خالص، وكمان هتيجي كل يوم مثلًا لمّا تعملي تطبخي أو الكلام ده كلّه، هتدّي له مسحة بس بسيطة كده من على الوش وخلاص بقى بخاخ مَيّة في صابون وخلاص على كده. كانت طلعت الكيكة بقى التحفة بتاعتنا دي، كيكة مش قادرة أقول لكم هشة قد إيه وخفيفة قد إيه، حاجة كده وهم، 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 جميلة، جميلة، جميلة. أنا ولادي بيحبوها، بيحبوا أي حاجة بالبرتقال. خلاص، عملنا بقى كده كوبايتين شاي أنا والبت ليلي، وقُلت لها إيه تشربي شوية شاي مع ماما؟ قالت لي آه، قُلت لها خلاص يالّا اشربي شوية شاي صغننين، صبّيت لها كده إيه، حبّة قسمت الكوباية دي هي وأخوها، خلاص، بس طبعًا أنا مش باشرّبهم شاي على طول، بس قُلت مرّة كده من نِفْسهم وخلاص. بُصّوا المَج ده والمعلقة الحلوة دي بالغطا بتاعه الخشب تحفة، جابته لي حبيبتي سلفتي زهور، ربنا يكرمِك ويبارك لِك يا روح قلبي، والله العظيم 3 عجبني جدًا، 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 قالت لي: "عشان تعملي بيه الروتين الصبح." حلو أوي هو والصينية الخشب دي، جميل جدًا، 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 هاوريكم كمان الحاجات اللي جابوها لي، حلوة أوي، أوي، ربنا يبارك فيهم وفي صحتهم وفي أعمارهم يا رب، ويحفظ لهم أولادهم جميعًا، ما نشوفش فيهم أي حاجة وحشة، اللهم آمين يا رب، ويدّيهم على قد تعبهم. بس عملنا بقى بُصّوا الكيكة خطيرة، هشة وخفيفة وحاجة كده جميلة جدًا، جدًا في الشتا.
بصوا بقى، اول حاجه جات لي انا هوريكم الحاجات اللي تخصني انا. تليفون جابوا لي محمد اخو جوزي، وهو اخويا والله، والاتنين اخواتي واغلى من نور عينيا، ربنا يحفظكم يا رب ويكرمكم. مراته بقى جابت لي من باس اند بادي وركس البرفان ده، حلو جدا جدا جدا، تسلم ايدك يا روح قلبي، والله العظيم مش عارفه اقول لك ايه. الروايح بتاعتهم تجنن تجنن تجنن. هما دلوقتي باس اند بادي وركس منزلين العرض بتاعهم على هنا عندنا بقى ب575 ازازه ومعاها واحده. طبعا اسعار خياليه. كان بينزل باقل من كده، بس مش عارفه بقى مع ارتفاع الاسعار الدنيا زادت. المباخر الحلوه دي جابها لي برضو محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبي، والله العظيم دايما كده في حياتنا. اللهم امين يا رب العالمين، ويديك الصحه دايما يا رب. حلوه جدا جدا، جميله وشكلها في منتهى الشياكه والجمال. خلاص. وطبعا زهور جابت لي الصينيه والمج ده، وجابت لي الشاي المغربي الحلو ده، هنعمله مره مع بعض، تحفه جدا جدا، انا بحب الشاي بتاعهم جدا جدا جدا. وجابت لي الشنطه الجميله دي، بس طبعا ايه بقى، هسيبها بقى البسها بقى ايه الحاجه الجديده على العيد، خليكوا اذكياء يا اولاد، الحاجه الجديده فين؟ على العيد. وكان بقى اليوم ده سبحان الله، الرزق لما بيفتح بيجي مره واحده، زي ما بقولت لكم الرزق ده بتاع ربنا والله العظيم بجد. وكان اليوم ده جات لي حاجات كتير قوي برضو، صاحبتي جابت لي هديه، وبنت خالتي جابت لي هديه، فكل واحد فيهم تحسي ان اليوم الله ايه اليوم الهديه العالمي الجميل ده، والله العظيم ثلاثة اليوم يستفتح بكده، يعني حاجه كده ايه جميله والله، تهات وتحبوا فعلا. بصوا كنت قايله وصاحبتي جابت لي الشنطه دي، كنت دايما كل ما ننزل اقول لها عايزه شنطه صغيره خالص احط فيها يا دوبك الموبايل او محفظه صغيره على قد الفلوس عشان بتلخم بالولاد وانا ماشيه. فراحت جابت لي دي، راحت قالت لي دي هديه بقى خلاص. فقلت خلاص. بصوا بقى القمر ده من جروب غالياس جاليري بتاع منال سليمان بنت خالتي، والله حاجتها تحفه تحفه تحفه، وكل حاجه هاند ميد حلوه جدا. عملت لي الطاره دي باسم القناه بتاعتي. وبصوا هنا اخترنا الكلمه دي مع بعض، استوقفتني بصراحه. الفرح، الفرح لحظه والرضا حياه. فعلا الفرح ممكن يجيلك لحظه، بس الرضا هو كل الحياه. اي نواقص عندك بتكمل في حياتك بالرضا، بتكمن في كمالتها في الرضا، بس مش اكتر من كده. والحاجات التحفة دي الجروب بتاعها على الفيسبوك اسمه غالياس جاليري، غالياس، يعني بكون نطقت الاسم صح، غالياس جاليري. حاجتها حلوة جدا، بتعمل اي مناديل، كاتب الكتاب، الحاجات دي كلها، كل حاجة هاند ميد حلوة جدا جدا جدا. تسلم ايدك يا روح قلبي، والله ما تحرمش منكم كلكم، ودايما كده في حياتنا منورين، ودايما كده يا رب قلبنا على قلب بعض، ودايما ما يكونش في قلوبنا اي ذرة حقد او كره من حد ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. وده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وهوريكم برضو دلوقتي المعطر اللي انا قلت لكم عليه، عشان لو عايز تاخدي منه سكرين شوت وتجيبي من السوبر ماركت. حلو جدا جدا، سعره حلو وهينفعك جدا جدا لو اي ضيوف جايالك او مش ضيوف، انت بمجرد ما هتنضفي البيت وترشي رشه بيبقى ريحته حلوه جدا جدا في المفروشات والكلام ده كله. حلو جدا اهو، اسمه موشن، حلو قوي قوي قوي، سعره حلو جدا وريحته فظيعه، ريحته تجنن، جربوا ريحته. ولا عود، انا بقى من الناس اللي بتحب العود والعنبر، بس بصراحه ريحته حلوه جدا. كده خلص الفيديو بقى بتاعنا النهارده، واشوفكم على خير حبايبي في فيديو جديد، مع الف سلامه.